طبعا أنا اليوم كنت بعمل ورجعت للبيت، واكو ولد صغير هيك عمره 10 سنوات، يقول أنا كاظ بويسكل، هو راكب على البويسكل، يقول والله مليت ضوجه، أطب للبيت ضوجه، أكظ الموبايل ضوجه، أطلع بالشارع ضوجه. زين هذا صغير ويحس بالأوجاع والهموم والغموم. كيف الكبار؟ كيف اللي ناس جاي تواجه مشاكل، تواجه صعوبة في الحياة بالمعيشة. هواي اكو ناس، يعني حتى الصغير، الطفل الصغير العراقي ما مرتاح بهاي الدنيا. كيف الكبار؟ عمي والله تعبنا وملينا، بس تسوي؟ إلا بذكر الله تطمئن القلوب، غير ذكر الله سبحانه وتعالى ما يطمئن القلب، والإنسان يمر بأوجاع بهموم بغموم. فقال الإمام الحسين عليه السلام: لا راحة في الدنيا، لا راحة في الدنيا، إن الدنيا دار فناء وخلق أهلها للبلاء فاستعدوا للبلاء. فالإنسان متعرض إلى الهموم والغموم والنكبات والمصائب والموت والمرض والحزن في كل الأمور والعوز. فالإنسان متعرض، يعني هذا صغير ويحس بأوجاعه. إحنا نقول مشكلة لله سبحانه وتعالى.